القصة ديال مارغوري ميكل هي من القصص اللي جمعت بزاف ديال نظرية الفراشة لتعدد الأحداث فيها، كما أنها من أكثر القصص رعبا عبر التاريخ. كانت القصة سنة 1705 في إيرلندا الشمالية. السيدة مارغوري ماتت بسبب الحمى الشديدة. الأهل ديالها دفنوها بسرعة مخافة أنها تعادي شي واحد فيهم، لأن الحمى كانت شديدة جدا. مارغوري فاش ماتت كانت لابسة واحد الخاتم غالي جدا، ولما نزعتوش لمدة طويلة قبل الدفن حاول الزوج ديالها أنه يحيد داك الخاتم، لكن الإصبع ديال مارغوري كان منفوخ بزاف بسبب التورم، الشيء اللي كان من المستحيل انه يتحيد الخاتم، خاصة كما قلت لك انه كان مدة طويلة في اليد ديالها. في الاخير قرر الزوج انه يدفنها بالخاتم ماشي مشكل مباشرة بعد الدفن. وفي ديك الليلة بالذات بعض اللصوص اللي سمعوا القصة خطوا على انهم يديروا النبش للقبر ويحيدوا لك الخاتم الغالي جدا. ملي مشوا للقبر وخرجوا الجثة نظرا لضيق الوقت فكروا انهم يقطعوا الاصبع، عاد يمشوا على راحتهم في مكان امن باش يحيدوا الخاتم. ولكن مع الشروع في قطع الاصبع تبين في الحقيقة ان مارغوري ما ماتتش، بل كانت مجرد غيبوبة اللي ما فهموهاش الاهل ديالها.